المغرب عايز شفته في حياتي في المغرب. تخيلوا يا جماعه الناس اللي جايه تعزي جايبين لهم اكل لحمه بالبرقوق، جايبين لهم السفه، جايبين لهم جميع انواع الفواكه. واللي اغرب من كده ايه؟ ان انت تبقى قاعد على الترابيزه ويجي لك الميه تغسل ايدك لغايه عندك. اذا اتيت المغرب لا تستغرب، دي مش جمله، دي حقيقه. تحياتي. واحد بعت لي في الكومنتات بيقول لي ايه الفرق بين المغاربه والحيوانات؟ عارف ايه هو الفرق؟ الحدود اللي بينهم. تحياتي لكم. هنا في المغرب عقل هيطير ومحدش بيصدقني. المغاربه بيخش المسجد ياخد الحذاء بتاعه يحطه في الدولاب ويقولنا ده عشان ما يوسخش المسجد. اما انت داخل المسجد ومعاك وفي الموقيت واخد معاك المصليه، هو ده اللي مش عارفه ليه. اللي يعرف يجاوبني في الكومنتات. تحياتي. اخواتي المغاربه، بستعين بيكم. النهارده قاعد على القهوه مع واحد صاحبي، وعدى واحد وقال لي خلي بالك منه، ده برجاج. اللي يعرف معنى كلمة برجاج ايه، الله يرحم لكم الوالدين، يحطوها لي في الكومنتات. تحياتي. جملة غريبة، أغرب جملة سمعتها من ساعة ما جيت المغرب. أي وقت بيكون عندهم مناسبة يقول لك عاشركم بركة. في رمضان يقول لك عاشركم بركة. الأول كنت بفتكرها آخر 10 أيام، لكن كل مناسبة يقول لك عاشركم بركة ما فهمتش إيه معناها. اللي يعرف يجاوبني في الكومنتات. تحياتي.